اهلا بيكم. الفوزانينيو رجع لكم تاني بعد غياب فتره طويله عن الفيديوهات، انما حلقات الفوزانينيو والفلوجات الاقرب الى قلبي راجعه من جديد، والفيديوهات راجعه بقوه وبشده. دخلت في فتره ركود عشان بجهز شويه حاجات في القناه وفي الاستوديو، وفي ابجريد قريبا هيكون موجود. النهارده احنا جايين نحكي عن المنتخب، فمش هطول عليك كتير ويلا عشان عندنا شوية كلام. النهاردة مصر كسبت جنوب افريقيا 1-0 بضربة جزاء من محمد صلاح، وجايين نقول شوية كلام على كابتن حسام حسن والمنتخب المصري والمشوار اللي جاي. اهلا بيكم، انا فوزانينيو. طيب تعالى مبدئيا كده نبتدي نتكلم عن التشكيل، او تعالى نقول قبل التشكيل كم نقطة كده حابب ان انا اتكلم فيهم عن المنتخب المصري. مبدئيا قبل ما نخش في اي حاجة، احنا كسبنا ماتشين، خدنا 6 نقط، احنا متصدرين مجموعة، احنا ضمننا التأهل. انت نقطة واحدة تكفيك انك تضمن الصعود كالمركز الاول، لان انجولا وزيمبابوي اتعادلوا 1-1، فدلوقتي وجنوب افريقيا مركز تاني ب3 نقط وانت 6 نقط، فانت تعادل يأهلك اول مباشرة. فانت حسام حسن عمل اللي مطلوب منه. ماتشين ما كانوش سهلين، ماتشين ايدينا كانت على قلبنا، اذا كان ماتش زيمبابوي ولا جنوب افريقيا. ما قلبي النهارده وقع في ماتش جنوب افريقيا، وهقول لك ليه واحنا جايين في الطريق. طيب هل ده معناته ان انا متفائل ومبسوط بنسبه 100%؟ فالاجابه لا، بس برضو عندي نقطه على الحته دي. في حاله من التشاؤم اللي هي موجوده بقالها فتره مع المنتخب. اي حاجه تحصل دايما اول حاجه تيجي في دماغك الانتقاد 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 الانتقاد. الحقيقه بتقول ان لا، في شويه ايجابيات، تمام، بس مش معنى ان احنا كسبنا الماتشين ان انا جاي اتكلم على ايجابيات فقط. فانا جاي اتكلم على كل حاجه انا شايفها. دي اول حاجه من ناحيه الاجواء العامه، اللي هو دايما هننتقد، دايما هنشتم حسام حسن. انا بقى جاي اقول اللي انا شايفه، اذا كان حلو او وحش او كل المنظوره كامله بالنسبه لي. طيب تاني نقطه كنت عايز اقولها لكم، وهو احنا لازم نكون كلنا متفقين وشايفين، لان هي واضحه وصريحه ان احنا عندنا مشكله كبيره في منظومه الكره في مصر. دي حاجه مالهاش علاقه بكاس الامم ده، ولا ليها علاقه بكاس الامم اللي فات، ولا اللي قبله، ولا كاس العالم، ولا ليها علاقه بحاجات ولا ليها علاقه بكل، ليها علاقه بكله على بعضه. احنا عندنا منظومه كوره فاشله من اصغر الاعمار لحد منتخب مصر، فده احنا بنشوفه في جميع الاعمار وجميع الجهات. ممكن شويه الاستثناءات اللي بنشوفها النادي الاهلي، ده الاستثناء اللي في وقت كتير بنشوفه، وده انا هاجي لك فيها في وسط الكلام ايه علاقته بمنتخب مصر وبكاس الامم واحنا جايين في الكلام. تعال بقى نبتدي بالتشكيل، او بالتشكيل اللي هو لعب بيه. البدايه كانت مختلفه لحد ما عن الماتش اللي فات في 2 لعيبه، وبنتكلم في ان زيزو هو اللي بادي في نص الملعب مكان امام، وان ورا رامي ربيعه هو اللي بدا مكان حسام عبد المجيد. ما عنديش اعتراضات كتير قوي على التشكيله اللي بدا بيها، بالذات ان مصطفى محمد مصاب فما كانش جاهز ان هو يلعب. معرفش هل ده هو فعلا مصاب ولا ده تلاكيك اللي هو احنا مش عايزينه فيلا، لان واضح من زمان قوي ان حسام حسن عنده مشكله مع مصطفى محمد. دي حاجه واضحه وصريحه. جو بقى 2 محترفين ونص والحاجات اللي اتهرت كتير قوي الفتره اللي فاتت دي، لا هو في مشكله واضحه. ما بداش الماتش اللي فات، في النص اكتشف ان هو محتاج ان هو يلعب بمهاجم، فعمل مهاجم. بالنسبه لي دي حاجه احسبها له، ان هو في الدقيقه 30 عمل تغيير وغير. فكره انه ما بداش بامام عاشور، لان امام عاشور الماتش اللي فات ما كانش احسن حاجه، وكلنا شايفين امام عاشور مش فورم، وده مفهوم ليه. ودي نقطه مثلا من النقط اللي عايز اتكلم عليها، على موضوع ان احنا عندنا المنظومه فاشله. فانا مش عارف اذا كانت هي تلاكيك ولا هل هو فعلا مصطفى محمد مصاب. الكره الالتحام اللي حصل في الاخر ده بتاع، يعني ما حسيتوش ان مصطفى محمد مصاب كتير قوي كده. بس لو اعتبرنا ان هو مصاب فعلا، فما كانش في حاجه اقدر اعلق عليها قوي في الحته دي. مرموش هو ده خلاص، لان انت ما عندكش مهاجمين، انت بره صلاح محسن واسامه فيصل، فانت ما فيش مهاجمين يعني من الاخر. في حته انه بدا بزيزو في نص الملعب، زيزو من اللعيبه المهمه واللعيبه المفيده، فما عنديش كلام كتير قوي عليها. برضه نفس الحكايه ورا، نفس الكلام ورا لما رامي ربيعه نزل مكان حسام عبد المجيد. برضه حسام عبد المجيد يعني كله عارف طبعا رايي في كابتن رامي، اسطوره طبعا كبيره قوي. بس هو ده الاختيار، ده اللي عندك. انما بالرغم تحفظي الكبير على حد زي رامي وعلى ثنائيه رامي وياسر، فهم عملوا ماتش كويس قوي، عملوا ماتش 10/10. فمن حيث التشكيله مفيش كلام كتير قوي. انما تعال نبدا الماتش بقى من اوله.
طيب هو حسام حسن المره دي قرر ان هو يحل شويه في مشكله الدفاع، وكانت واضحه وصريحه قوي ان هو بيلعب بليبرو ورا. يعني حمدي فتحي كان بيلعب بدور ليبرو صريح، ما مش الديفندر اللي بيرجع يغطي مع الثلاثه اللي ورا ويزيد وقت محتاج يزيد، لا هو ليبرو صريح، هو واحد من الثلاثه اللي ورا وبيزيد لما محتاج يزيد. ومروان عطيه في النص 6 صريحه مع نفسه، وزيزو هو اللي كان موجود. فوقت كتير قوي شفنا ان بيبقى فيه تمركز بيتغير من نص الملعب، زيزو بيترمي على اليمين وصلاح يجي في النص. يعني في لقطه مثلا في الدقيقه 16 بالظبط تقريبا او 16 ونص، لقينا ان صلاح هو اللي في نص الملعب تحت مرموش، ولقينا زيزو هو اللي واخد الخط. يمكن دي الدقيقه اللي انا فاكرها بالظبط او اللي انا كتبتها، انما تكررت كتير قوي. طيب احنا الشوط الاول شكلنا كان حلو، وماتش زيمبابوي برضو شكلك ما كانش وحش، فاحنا شكلنا كان حلو، كنا ماسكين كوره، احنا اللي كنا بنضغط. في شويه حاجات ممكن تعقب عليها، بس احنا لازم نبقى فاهمين نيجي نتكلم فنيا على المنتخب، ودي بالنسبه لي حاجه مهمه قوي. ان حسام حسن، ودي نقطه برضه هاجي فيها في الشوط الثاني في التغييرات اللي هو عملها، ان حسام حسن برضه لازم يفهم الكلام ده. حسام حسن ما هوش المدرب اللي التكتيكلي عالي قوي اللي انت هتبتدي تلاقي تشوف الشغل في الملعب. انت منتخب عندك امكانيات كويسه، احنا عندنا امكانيات كويسه باستثناء خط دفاعنا، يعني احنا بقيت خطوطنا امكانياتنا كويسه، فانت هتلعب على الحته دي وعلى حته انت مجرد تبقى منظم. انا مش محتاج من حسام حسن غير انه يخلي الفريق شكله منظم، وان التشكيله منظمه، وان اتليست في شويه جمل هم حافظينها يعرفوا يعملوها، وبعد كده انت هتعتمد على الروح اللي هي بتاعت كابتن حسام حسن وامكانيات اللعيبه الفرديه اللي عندك، لان انت عندك امكانيات لعيبه، اذا كان تريزيجيه او اذا كان محمد صلاح او اذا كان مرموش، حتى مروان عطيه، حتى بحمدي فتحي وزيزو وهتعد ابراهيم عادل، هتعد انت عندك امكانيات تعمل لك الفارق. ودي شفناها في لقطات كتيره قوي. يعني في الدقيقه كانت كام تقريبا، كانت في حاجه في اول 10 دقائق او في اول ربع ساعه، انا مش فاكر بصراحه، باصه زيزو اللي طلعها لهاني على اليمين مثلا، يعني باصه جامده قوي. طبعا هاني عملها وحشه قوي لمحمد صلاح، ضيع الكوره، انما انت في امكانيات موجوده، فده اللي انت هتلعب عليه. فلما كان انتقد او اجي اقول لك اصل تاكتكس بقى وبتاع مش عارف ايه، ده اي كلام، كل ده اي كلام، وده احنا عارفينه، ومش ينفع نيجي نتوقع ان كابتن حسام يعني انت المدرب اللي كان عندك بيدي في تاكتكس وفي فكر في الملعب وفي واضح، انت كنت منتظر منه حاجه زي مثلا هيكتور كوبر او كارلوس كروش، بالنسبه لي دول اكتر اتنين كان عندهم شغل في الملعب واضح وصريح. انما هو حسام حسن مش كده، فانت خلاص انت عارف انت مستني منه ايه. هو بيفتي، هو كده بيفتي، يعني هو بيفتي او كده في اوقات كتيره بيفتي، وانا هاجي اقول لك ليه بالذات مشكلتي معاه كمان في التغييرات، لان انت ربنا النهارده ستر، ربنا ستر. انت كان الماتش هيروح منك في شوط بغباوه منك انت، لان انت لما هاني اتطرد انت تهت، حسام حسن تاه ومش عارف يعمل ايه. فتعال نرجع بس هنخش في حته الطرد والشوط الثاني ده عشان همشي في سيكونس الماتش واحده واحده، يعني مش هطول قوي في الكلام، فهمشي في سيكونس الماتش واحده واحده. فزي ما بقول لك انت عندك شكلك كان كويس، شكلك مش وحش، انت ضاغط، انت ماسك كوره، انت بتحاول. جنوب افريقيا مش منتخب وحش، منتخب عنده شويه سرعات. ليل فوستر المهاجم بتاع بيرنلي مهاجم قوي، مهاجم مش سريع بس كلاسيكال 9 رخم، كان متحجم بشكل ما. وجود حمدي غطى كتير قوي على غطاء بتطلع من رامي. ياسر يا جماعه انا بس عايز اقول حاجه على ياسر لعيب جامد قوي، طول عمري بقول عليه لعيب جامد قوي، لان ياسر موهبته يمكن ما هياش الاعلى، لكن ياسر لعيب بيموت نفسه في كل ماتش. فحتى الماتشات اللي فورمه فيها بيبقى وحش، ياسر بيكون يا اما بقاله فتره فورمه واقع او راجع من اصابه او في حاجه، انما ياسر لما بيركب الفورم وبيلعب ماتشات كتير ورا بعض فورمه بيعلى وبيعدي، وياسر بيموت نفسه، هو قتيل. فدايما لما بيكون معاه حد جنبه كويس وحد جنبه تقيل، ياسر بيبين بشكل حلو قوي. فدي حاجه لازم تحسب لياسر. عشان كده انا بالنسبه لي في البطوله دي ياسر واحد من الثوابت، لان انت ما عندكش حد ورا. يعني في حته الامكانيات اللي كنت بحكي لك عليها، طبعا هنستثنى خط الدفاع، وطول ما الشناوي موجود احنا هنستثناها برضه. فهو ياسر بصراحه 10 على 10. رامي ربيعه امبارح زي النهارده، قصدي الماتش كان النهارده بس الفيديو ينزل بكره، فامبارح وجود حمدي كاليبرو معاهم، حمدي عمل دور جامد قوي بس ما كانش واضح زي ما دور ياسر ورامي كان واضح، مع ان لولا حمدي منظرنا الدفاعي ما كانش هيبقى كده، كانت راح عليك بكور اكتر. في غلطات حصلت بس اتغطت ما بانتش قوي، انما اوفرول خط الدفاع بتاعي شكلي احسن 100 مره من الماتش الاولاني، وانا شايف ان ده راجع لدور حمدي فتحي اللي هو ثالث ورا اكتر بكتير من الماتش الاولاني. فاهم قصدي ايه؟ فلو هتكلم على رامي وياسر 10 على 10. حمدي فتحي وهاني، حمدي وهاني بالنسبه لي يعني اللي هو ايه، لكن ما عملوش كوارث. حتى طرد هاني انا شايف الكارت الاصفر الثاني ده فاول عادي جدا، يعني محتاجه كارت، مش مستاهله كارت اصفر. انا حاسس انها عشان بعد ضربه جزاء فاديها له، انا قصدي تعدي يعني، حتى لو هو عمل فاول عادي يعني، مش عشان قصه الطرد، بس هما الاثنين ولا بيقدموا حاجه في احسن فورم ليهم. بالنسبه لي انا ما بيقدموش حاجه جامده قوي او حاجه مرعبه،
ولما بيكون فورمه كويس والشكل الفريق كويس غلطاته تبقى قليله. خلاص بالنسبه لي هي دي غلطاتك قليله، بتغلط ما تودينيش في داهيه، بس ما تعمليش مصيبه. هو بس ده اللي انا بقلق منه، انما غير كده مفيش حاجه مرعبه اقول عليهم. حمدي فتحي 10/10. مروان عطيه النهارده يا جماعه دوره كان حلو قوي. فاول مرموش اللي كانت في اخر الشوط دي اللي هو مرموش شاطها، مرموش اللي خد الفاول. الفكره هنا في قطعه مروان عطيه، التاكل اللي مروان عطيه عمله وبصاها لمرموش، قطع الكوره على طول لمسه لمرموش. 10/10 مروان عطيه. قراراته حلوه، لما بيتزنق بيرجع لورا، ما بيفتيش كتير قوي، مش بيتاخر في القرار، ودي حاجه احنا بنفتقدها في لعيبه كتير قوي، ويمكن مروان عطيه في وقت ما كان بيفتقدها بالذات لما رجع من الاصابه اللي هي كانت من فتره دي. بس مروان عطيه بقى فورمه، هو لعيب مهم جدا طبعا. قدام محمد صلاح كالعاده يا جماعه مع المنتخب، انا مش فاهم ليه الناس متفاجئه، اداء باهت. محمد صلاح كالعاده اداؤه باهت مع المنتخب. محمد صلاح يا جماعه من ساعه ما بقى سوبر ستار، يعني تعالى نستسلي فتره فيورنتينا وما قبل، ممكن نقول من اواخر روما او من بدايات ليفربول. محمد صلاح عمره ما قدم لك مع المنتخب الاداء المبهر او المرعب او الفشيخ اللي انت منتظره، اللي هو احسن لعيب في العالم اللي هيشيل منتخب مصر. لا، هو عمره ما عمل كده. اذا كان وهو لما كتفه اتخلع او بعد ما كتفه اتخلع او ايا كان، صلاح من ساعه ما صعدنا كاس العالم والتصفيات اللي احنا صعدناها في 2018 من اللحظه دي لحد النهارده، هو ده اداء صلاح نفس الحته، بغض النظر عن هو فورمه فين او فيزيكاليتي عامله ازاي او مصاب او مش مصاب. فاهم قصدي ايه؟ مع فكره عامل السن صلاح ما بقاش زي الاول، الرول كريت بتاعه مش زي الاول، وده شيء طبيعي. انما بكل اللي انا بقوله ده فمحمد صلاح لعيب مهم ولازم يفضل في الملعب، لان ماتش زيمبابوي هو ده محمد صلاح. محمد صلاح كلينيكال فينيشر، هو في لقطه هيعرف يجيب لك جون وهياخد قرار صح وهيلعب على الجون وايجابي. ومهم ان انت يكون عندك لعيب زي ده، كانك بتقول لي مثلا كريستيانو في البرتغال لحد النهارده هو موجود. هو وجوده مهم، وجوده ليه تقل في الملعب وليه حسابات كتيره قوي وليه حسابات تكتيكال بالذات مع الفريق اللي قدامك، ان هو معمول له حساب. محمد صلاح هيفضل مهم، ومهم ان انت يكون عندك لعيب بتاع اللقطات الحاسمه، اللعيب الكبير، اللعيب الثقيل، زي ضربه الجزاء بتاعت النهارده. محمد صلاح ضربه الجزاء بكل هدوء، هو بصراحه علق شويه ان هو عملها بانينكا وبعد الجون قام ضحك، يعني فيها حته علويه. مرموش بالنسبه لي هو اهم لعيب في منتخب مصر يا جماعه. التغيير اللي حسام حسن عمله ده تغيير كارثي بتاع امام عاشور بمرموش، بالنسبه لي كان شيء مش مفهوم. هقول لك ليه، لكذا سبب. مش عشان عندي مشكله مع امام، بالعكس امام لعيب مهم وكان ممكن ينزل فعلا، ولا عشان شايف ان مرموش اكبر من ان هو يطلع، بس تحس في ناس انتاتشبل في المنتخب كده زي تريزيجيه ومحمد صلاح. حاسس ان كفايه تريزيجيه لحد ما، مع ان انا من عشاق تريزيجيه ودايما بدافع عنه وكل اصدقائي عارفين قد ايه بحب محمود تريزيجيه، انما هو كفايه شويه. يعني ايه كفايه؟ مش معنى ده ان تريزيجيه ما يلعبش او ما يبداش او ما يبقاش 90 دقيقه او لا تريزيجيه وجوده في المنتخب مهم، بس في اوقات ما عادي ان تريزيجيه ما يلعبش، عادي تريزيجيه ما يبقاش في الملعب. تريزيجيه نجم كبير، لعيب مهم. تريزيجيه برضه سنه كبر، ادي رقم واحد. تريزيجيه الورك ريت بتاعه قل شويه. تريزيجيه بقى ابطا في لقطات كتيره قوي، وانا ماشي في كاتب كام نقطه كده عايز اعدي عليهم. لقطات في المنتخب، لقطات في الماتش سوري، تريزيجيه في شويه بطء في القرارات. لقطه زي مثلا حصلت، ده مثال يعني، لقطه مثلا في الدقيقه 23 تريزيجيه خد الكره على الخط وقام رقص وكانت هجمه انت كنت طالع بيها وقام رجع الكره لورا. تريزيجيه في وقت ما يعني من ساعه ما رجع الاهلي وهو يعني قصه ثانيه بقى. تريزيجيه وهو ليه في حته بقى فكره ان انا عايز اشيل وعايز اعمل، وفي الاهلي بقى بيجري عايز يعمل كل الادوار اللي في الحياه في لقطه واحده، وده حاجه مش هتحصل. لازم ابقى فاهم ان هو بيلعب في فريق كوره، يعني طبعا هو مش كده قوي مع المنتخب عشان في صلاح ومرموش وبتاع، هو برده مخه ايه تحسه متسيستم كده. يعني هو لما جه الاهلي هو فاكر نفسه ان هو بقى صلاح، او مش صلاح بقى كابتن ماجد، وجاي الاهلي ينقذ الاهلي من كل حاجه ويجري جدا ويرقص 90 واحد ويشوط 90 كوره. محدش هيعمل كده. في المنتخب هو مخه عشان صلاح ومرموش موجودين وعارف ان في نجوم معاه، فهو لحد ما، بس هو برده الحته دي. فلما انت تكون محتار ما بين اتنين، هو ولا مرموش 100%. مرموش اولا اخف منه بكتير، اسرع منه بكتير، بالذات دلوقتي قراراته اسرع، ايجابي على الجون جدا. مرموش ما بيسميش يا جماعه، بياخد الكره وبيشوط، هيلم وهيباصي. مرموش لعيب بجد يا جماعه ناضج بطريقه كبيره قوي. ابراهيم عادل مثلا، ابراهيم عادل يا جماعه لعيب تقيل، ابراهيم عادل لعيب مهم. فكره ان انت ما تستغلوش باي شكل ما بالنسبه لي حاجه غريبه. في وقت ما ابراهيم عادل على فكره ممكن يكون اقرب من مرموش من ان هو اقرب لتريزيجيه كستايل يعني، وايجابي على الجون برده، يعني هياخد، وانت ممكن تستغله في لقطات ما. ففكره ان انا مش يعني عندي ناس مش هتطلع من الملعب، لا ده مش صح بصراحه. يعني افهمها بس في حاله محمد صلاح، انما حتى في اخر الماتش لما ساب صلاح لوحده قدام مش صح برده. صلاح ما يعرفش يعمل كده، وجاي لك برده في النقطه دي. اخر واحد ما اتكلمتش عليه هو محمد الشناوي. محمد الشناوي النهارده مش هتتكلم عليه كتير قوي، انما يا جماعه تعالوا نقول كلمه حق وقولوا لي كده، ردوا عليا في الكومنتات بجد، ردوا عليا.
كل كوره من الكور اللي جت علينا في الشوط الثاني للشناوي، يطلع يدي بالبوكس، يطلع يعمل مش عارف ايه، وطلع بالبوكس مرتين ثلاثه كده، كل مره انا ايدي كانت بتبقى على قلبي، بجد ايدي كانت بتبقى على قلبي. لو انا مش مطمن والشناوي في الجون زي الاول، هل انت كنت مطمن في اي كوره بقى من الكوره اللي طلعت والشناوي طلع وبتاع، كل طلع جون ده هيخش فينا؟ الشناوي يا جماعه بيصد سلو موشن، هو بيتحرك سلو موشن، هو يا جماعه الشناوي خلاص يا جماعه حارس سان داونز هو اللي بيلعب مع منتخب جنوب افريقيا دلوقتي اهو، على فكره ده قد شوبير واصغر من شوبير، وهو لما اول مره يظهر فيها فعلا في الاعلام ويعمل موسم كويس كان نفس الموسم، كان موسم سان داونز، لا هو مع سان داونز في كاس في الشامبيونز ليج الافريقي في الكاف، في الموسم بتاع دوري الابطال، نفس الموسم بتاع شوبير اللي هو عمل فيه ركب تاريخي مع الاهلي، اللي ما شوبير اضطر يركب عشان الشناوي كان مصاب وفضل جاب لك اكتر كلين شيتس واكتر واكتر واكتر، هو نفس السيزون اللي هو حارس بتاع سان داونز مش فاكر اسمه ايه، نفس الارقام دي، ومن ساعتها ركب، هو من ساعتها وهو خلاص وبقى حارس منتخب الاول. من اللقطه دي كان لازم شوبير يركب يا جماعه، لان الشناوي كان خلاص عارفين ان هو كبر، كان اداؤه بقاله حبه واقع واتصاب، جه حارس مكانه سنه مش صغير قوي ساعتها، شوبير كان 23 سنه ولا 22 سنه، مش صغير قوي، مش كبير بس مش عيل، مش 18 سنه، واثبت لك قد ايه ان هو ثابت في مكانه وواثق من نفسه، قراراته كويسه، وعمل اداء بطوله كبير، ده اول ماتش يلعبه في حياته رسمي مع الاهلي فريق اول، كان نهائي كاس افريقيا يا جماعه قدام الوداد، وعمل ماتش جامد قوي وطلع، فانت برضو بتتكلم في ايه يعني؟ انا ما اقدرش اجي اقول لك دلوقتي شوبير يلعب بصراحه يعني، لان شوبير ما بيلعبش في الاهلي، فانت لما اجي اقول لك انا كفايه شناوي، طب وبعدين، طب واعمل ايه؟ ما هي دي فكره المنظومه اللي انا باجي يعني في يا جماعه حاجات كتير قوي بتصب في الاخر في المنتخب، فلما اجي اقول طب لو انا حسام حسن هلاعب شوبير مع اللي انا بقوله لك ده بوحشه الشناوي، هلاعب شوبير، بس مش منطقي ان انا يبقى الحارس المنتخب الاول ما بيلعبش اساسي في فريقه، فاهم قصدي ايه؟ انت لو عندك منظومه الكلام ده هيبقى منسق، فاهم؟ من حته التنسيق مثلا نفس الحكايه في فكره امام بالنسبه لك لعيب مهم، وواضح ان هو لعيب مهم وان انت محتاجه كحسام حسن. امام راجع من اصابه بقاله حبه يا جماعه لو في اي حته محترمه امام ده كان زمانه راجع فورم تاني، امام بقاله شويه راجع من اصابه، مش معقول الاصابه طولت بس مش معقول ياخد كل ده عشان يرجع تاني، هو يا جماعه ما بيلعبش ما بياخدش، عشان كده لما اي حد يقول لي امام ما كانش شايف قدامه، امام الماتش الاولاني كان وحش قوي، كميه باصات مرعبه ماتش زيمبابوي، حتى النهارده امام قراراته ما كانتش غلط او ما عملش باصات كتيره زي ماتش زيمبابوي، انما هو فيزيكلي امام مش امام يا جماعه لو فيزيكلي الكره اتقطعت منه دي لما اتقطعت منه على الخط لما كان بيحاول يرقص وبتاع، كان فتح في اخر الماتش، كان فتح سبرنت ورا رجع خد الكره تاني، امام كله حتى الشوطه اللي شاطها اللي هو الفولو اللي عملها ده، امام شاط وقف مكانه والكره اصلا هجمه علينا، امام ما بيعمل، امام من مميزاته ان هو فيزيكلي قوي وعنده ورك ريت عالي ويقف يجري 90 دقيقه، ففكره ان هو يبقى قاعد كده مش قادر، العيب مش عليه، ده العيب مش عليه. فلو احنا بنتكلم برضو على تنسيق ومش تنسيق ومنظومه وبتاع، طب ما كنت تبعته البطوله العربيه 3 ماتشات رسميين، هيتمرن هيلعب، مش لازم هتقول لي هيتصاب تاني ومش عارف ايه، يا عم حط رجله في الملعب، طبعا لعيب مهم بالنسبه لك وانت محتاجه، حط رجله في الملعب، يلعب 3 ماتشات، ياخد اجواء الماتشات، بطوله عربيه، ماتشات قويه، يلعب يقول فيها حتى لو نص ساعه كل ماتش، ما هو ده منسق معاه، ما انت نسق مع المنتخب التاني ده، اصل هو بقى ايه متخانقين مع بعض وده ما بيجيبش ده، وهو كان عايز يجيب المنتخب التاني بتاع البطوله العربيه محمد طاهر عشان بس كان طاهر في العادي حسام حسن بيضمه، فافتكر ان هو حسام حسن هيضمه، فقال ايه ما جابوش، فولا ده ضمه ولا ده ضمه، وطاهر قاعد في البيت، ايه يا جماعه الخرا ده يعني، ايه اللي احنا بنسمعه ده؟ كلام يعني ايه صعب قوي. فانا بتكلم لما اتفرج على امام، انت اول ماتش بادئ بيه عشان انت محتاجه، بس هو واضح ان هو مش جاهز، فانا ما اقدرش اتكلم ما اقدرش الوم امام، الماتش ده في كام لقطه امام بان ان هو لعيب مهم بس هو برضه مش قادر. هجي لك بقى في حته التغيير اقول لك هو ليه جاموسه، لان انا مش قلت لك ان هو جاموسه، احنا الشوط الاول هما منتخب جنوب افريقيا ما جاش، ودي حاجه انا اتفاجئتها، اول كره ليه كانت بتاعت ليل فوستر في دقيقه 29، والكره مش خطر قوي يعني في نص الجون الشناوي صدها، فيعني خد بالك كور كتير قوي مش الشناوي صدها النهارده كانت سهله جدا، يعني لو دخلت يلام عليها بنسبه 100%، فانا ده عايز اقوله يعني. الطرد بصراحه كان في وقت ساق قوي، طرد هاني كان في وقت رخم جدا جدا جدا، ان انت هتلعب شوط كامل ب10 لعيبه وانت عندك مدرب زي حسام حسن، مدرب خلاص هو خرج بره السيستم اللي ماشي، هو تاه بجد وتوه المنتخب معاه، وبجد كنت 45 دقيقه دي بجد ربنا ستر في اوقات كتيره قوي. تعال نتكلم بقى الشوط الثاني بقى، تعال نتكلم. انا كده بالنسبه لي خلصت كلام على الشوط الاول كله، انا قربت اخلص، هم 3 4 دقائق كده ونخلص الفيديو. تعال نتكلم على تغيير امام في الشوط الثاني. انا كنت بتفرج بره، دخلت في الدقيقه 47 لقيت امام بيجري في الملعب، ما شفتش دخلت الشوط الثاني، ايه يا جماعه ده مين اللي خرج؟ ما حدش بيرد تاني، ما اعرفش، بفتح التليفون لقيت عمر مرموش اللي خرج، حطيت ايدي على قلبي،
ليه حطيت ايدي على قلبي؟ انا قلت لك مرموش بالنسبه لي اهم لعيب في المنتخب، بالنسبه لي انا مرموش اهم لعيب في المنتخب، او بلاش اقول اهم عشان ما افورش ان في لعيبه مهمين في كذا مركز، انما يا عم الاهم في خط الهجوم او من الاهم، عشان ما نبقاش بنيجي على حق حد تاني. طب شوف بقى هو لعب ازاي. طيب انت يا ابني كسبان واحد بس، انا مش كسبان بفرق ان انا اعرف اعمل حركه زي كده. بس هو خرج مرموش عشان ينزل امام يلعب باك رايت يغطي مكان محمد هاني اللي اتطرد، عشان هو ما ينفعش يلعب، ما يلعبش من غير باك رايت. اول حاجه امام ما بيلعبش باك رايت، امام مش مكانه باك رايت، فانك تحطه باك رايت عشان يغطي على هاني دي اول حاجه غبيه. هتقول لي عارف هتقول لي ايه؟ هتقول لي ما هو لعبها مع كيروش، ولما كلنا اكتشفناه مع المنتخب حسام حسن مش كيروش. فاهم قصدي؟ انما ده مش ده مكانه الطبيعي، ده رقم واحد. هتقول لي امام فيزيكلي قوي وسريع وبتاع ومش عارف ايه، فكره ان انت ما عندكش باك رايت بعد هاني ينزل، لما هاني يتصاب دي كارثه، لو يطرد دي كارثه، دي كارثه. مصطفى محمد يتصاب مع مش عارف يلعب بمهاجم، دي كارثه ثانيه في المنظومه. فاهم؟ اسامه فيصل بقى وصلاح محسن اللي بره، فانت هتنزل مين يعني؟ انا مش عارف ازاي، انا ما كنتش عارف صلاح محسن اتضم اصلا اقسم بالله. فادي اول لقطه في قصه امام باك رايت. طيب النقطه الثانيه في ايه؟ النقطه الثانيه ان انت بقيت قدام بتلعب بمين ساعتها؟ كان صلاح وتريزيجيه هما الاثنين اللي في النص، ولا ده هيعمل الدور اللي انت مستنيه ولا ده هيعمل الدور اللي انت مستنيه. الهجمات المرتده اللي انت عايزها والجري والحته اللي في النص او الحته العنتريه دي بتاعت مرموش، فانك تسيبه مع صلاح اتنين بالقوه دي هيعملوا دبل اب، ممكن يخطفوا لك كوره كمان. انت لازم تلعب على اقوى امل انك تخطف جون كمان، لان احنا بجد كنا ممكن يخش فينا اكتر من جون. فكانت اكبر فرصي ان انا اعرف اجيب اجوان في وجود مرموش مع صلاح قدام، مش تريزيجيه. وتريزيجيه في كور كتيره اثبت الكلام ده، في كورتين وهجي لك فيهم وهقولهم لك. اللقطه الثالثه بقى يا عم ماشي، امام عاشور لعيب كواليتي عاليه وجرينتا وقوي وجسمه يلعب باك رايت، امام عاشور فيزيكلي مش في مكانه، امام عاشور بدنيا مش في فورمته، فبتنزله في مكان محتاج جري كتير ومحتاج ورك ريت عالي جدا، فبالتالي هو ما كانش قادر يعمل كده. فاهم انا بحاول اقول لك ايه؟ كره تريزيجيه الهجمه اللي طلع بيها في الدقيقه 57 وبعديها بايدين عمل واحده ثانيه في الدقيقه 59. الكورتين دول انا بالنسبه لي واحده خد فيهم فاول والثانيه مش فاكر ايه اللي حصل فيها. انا بالنسبه لي الكورتين دول لو مرموش اللي معاه الكوره كانت الفرصه ان هي تخش جون اكبر بكتير قوي، كانت على الاقل الكورتين دول كانوا راحوا شوطه على الجون، كانت راحت هجمه على الجون. فاهم قصدي؟ كانت كملت الهجمه الاخيره. يعني ارجع شوف اللقطه، شوف الدقيقه 57 كره تريزيجيه والدقيقه 59. هو ده اللي انا بحاول اقوله، مرموش كان هيبقى افيد بكتير قوي في لقطتين زي دول. بعد الكره الدقيقه 59 بتاعت التسجيل اللي بقول لك عليها دي، مرموش كمل على الكره وشاطها اللي هي من اليمين دي تقريبا، او كانت بعدها على طول شاطها كملها باليمين واتصدت وبتاع. ادي لقطه حلوه من امام، وده اللي انت مستنيه من امام، انت منزل امام عشان كده، فما ترميهوليش باك رايت، ارميه بقى في مكانه، ارميه بقى في حتته، يخطف لك ترقيصه، يشوط لك شوطه، يعمل باصه حلوه، يعمل لك اللقطه اللي هي عند الامام الفنيه الزياده اللي يعرف يجيب لك يستفيدوا بيها، ما تحطوش في حته هيجيب لك مشاكل اكتر. بدليل ان هو بعد الشوطه دي امام فضل واقف على الخط، امام فضل واقف على الخط والهجمه راحت عليك، تمام. وفي اخر الماتش على فكره امام لو كان بيحاول يضيع وقته يمسك الكوره هو ما قدرش، ده رقم واحد، اتقطعت منه وفضل واقف. دقيقه 80 بقى تغييرين، محمد شحاته ومحمود لاشين مكان زيزو وتريزيجيه. بقى نص ملعبك في مروان عطيه، محمد شحاته، مهند لاشين، وعندك امام باك رايت برضه فضل باك رايت، وصلاح لوحده قدام. عشوائيه مرعبه، اول التغيير دول ما حصل عشوائيه مرعبه، كذا ميس باس ورا بعض راحوا عليك بكذا كوره ورا بعض، انت تهت في وسط الملعب. وهنا بقى انا كلامي على حسام حسن، ما ينفعش لما انت يحصل، انت دورك فين كمدرب؟ انت كمدرب مش بتحط تشكيله حلوه وخلاص، انت دورك كمدرب، انا كمدرب انت في وسط الماتش، انا بتكلم في وسط الماتش، لما الماتش يبدا انت ماشي عندك دور بقى في التدريب والتكتكس وانك تحط وتعمل محاضرات والكلام ده طبعا اللي هو ما بيعملوش طبعا، بس ماشي. الماتش بدا انت مش تحط تشكيله وتخش تنام في البيت، تحط تشكيله وبتعرف تتصرف على حسب الظروف الماتش بيعدي بيها والفريق انت بتلعب قدامه. حسام حسن للاسف بعيد قوي عن الحته دي، طرد جه وقعه مرعبه، طبعا في وقت مهم ومركز مهم، بس هو دي فكرتك انت بقى موجود، تعرف تشيل الماتش، استغل ان جنوب افريقيا كان مستواهم وحش او ان هم ما كانوش في ماتش بيعملوا ماتش جامد عليك، فخلاص خد الفرصه وما تسيبهاش، خليك موجود، ما تنسب لهمش الكوره، انت اتفشخت الشوط، انت اتمسك عليك كوره الشوط الثاني يا جماعه، احنا دخل لعب كور كتيره، بس الفكره ان بجد جنوب افريقيا ما كانش منتخب قوي، يعني انت لو كان في شويه سرعات او شويه ضغط اعلى من كده كنت هتلبس جون، لان انت بجد كنت تايه. فالدقيقه 80 التغييرات اللي حصل دي شفت توهان مرعب في المنتخب. اول ما مهند لاشين نزل واسمه ايه ده محمد شحاته، انا شفت بقى خلاص نص ملعب، هو انت هو قرر ان هو يقفل، هو شايف ان الواحد دي نتيجه مطمئنه ان هو يقفل ومش هيخطف ولا جون، وطلع تريزيجيه وساب صلاح لوحده قدام. صلاح اللي انا بقول لك ان هو اداء باهت، وصلاح اللي انا بقول لك ان هو ما بقاش ورك ريت بتاعه زي الاول. صلاح يا جماعه كذا مره حاول يقف على الكوره وان هو يحافظ عليها وبتاع، بيتخبط ويقع وتتاخد منه. فانت يا جماعه لما يكون عندك لعيب زي صلاح استغله باذكى طريقه ممكنه،
استغله باذكى طريقه ممكنه. هو مش سوبرمان، مش هترميه في اي حته في الملعب، اعمل اي حاجه انت عايزها، استغله صح. فاهم قصدي ايه؟ وهنا انا مش بلوم صلاح، انا بلوم استخدام حسام حسن لمحمد صلاح. في الوقت ده لو كان مرموش هو اللي موجود مكان تريزيجيه الفتره دي كلها، واللي كان فضل موجود في النص قدام صلاح قدام، كان اوقع بكتير قوي تكتيكلي. وهو ده عشان كده بقول لك مرموش من اهم اللعيبه اللي عندي، لان انا اعرف احطه في اي حته في الحته دي، في اي حته في الخط الهجوم، في اي حته اعرف احطه. كرة امام في الدقيقه 84 ده اكبر دليل ان هو كان غلط ينزل امام في المكان ده. امام لو فورم كان الكرة دي على الاقل راحت بكرة على هجمه على الجون. فاهم قصدي؟ على الاقل كانت راحت بشوط على الجون، او كان بقى جون يعني لو امام فورم. ترجع شوف كرة اللي هو الهجمه اللي كان بيحاول يطلع يعملها من عندنا في الاخر، وقف واتقطعت منه برده وبتاع، وفضل واقف يتفرج برده عليه وهو ما رجعش يغطي نفس الكرة تاني. بس وبعد كده طبعا التغيير الاخراني اسامه فيصل مكان صلاح. خلاص بقى كان الماتش بيخلص وانت عايز تضيع وقت او عايز تعمل، ده المهاجم الوحيد اللي عندك، لان مفيش غير صلاح محسن، فانت مفيش غير اسامه فيصل يعني المهاجم. حتى اسامه فيصل يعني يعني ما اعرفش، كان بجد مش عارف يعني، مش قادر افهم. احنا ما فيش مهاجمين فعلا في يعني شيء غريب جدا يعني، ودي جزء من المنظومه برضه. وفي الاخر مش عايزين نطلع الواد يلعب في برشلونه يعني، دي قصه ثانيه بقى نعمل عليها فيديو ثاني. وكره البينالتي في اخر الماتش انا ما كنتش شايفها بينالتي بصراحه، لان هم قالوا بقى في ايده الطبيعي، وحصلت 3 مرات معانا في ماتشات بيراميدز، 3 مرات وما اتحسبت لناش، وقال لك اصل ساند على ايده وبتاع، فالواد كان نازل عادي جدا ساند على ايده. هي بجد ما كانتش بينالتي، توقعت ان هم يعرسوا لجنوب افريقيا وبتاع عشان الباقي قاعد في المدرجات، بس ما اتحسبتش وهي مش بينالتي. في اخر دقيقه بقى دقيقه 101 شوطه كده، وهم لبسوا شبه بتوع سان داونز كده، جات لي ذاكره حسيت واحده من بتوع سان داونز قلبي وقع في ايدي نفس الشكل، بس الحمد لله بره وربنا ستر والماتش خلص. ده كلامي كله عن المنتخب، ده رايي كله عن المنتخب لحد لحظتنا الحاليه. هل ده معناته انا شايف ان احنا مش هنعدي او مش هنكمل؟ انت ضمنت الصعود. هتلاعب مين؟ انا لسه مش عارف بصراحه. شكلنا كويس، عندك حاجه ممكن تقدمها. وبالنسبه لي المكسب بتاع الماتش الاولاني بتاع زيمبابوي، صلاح في اخر لقطه في اخر دقيقه يجيب جون، روح معنويه عاليه قوي لصلاح وللمنتخب للاثنين. ومهم ان صلاح يبقى روحه عاليه، لان في النهايه صلاح بقى وهو اللي موجود في المنتخب وبيأثر على اللعيبه كلها، زائد ان انت كسبت، خدت 3 نقط فانبسطت. جنوب افريقيا انت عملت شوط اول حلو فعلا، فانت كسبت فكويس. انا عارف ان انا ذكرت سلبيات كتيره قوي، بس اوفرول لا حلو، اوفرول تمام. اللي انا بس بحاول اقوله ان انا برضو مش مطمن قوي يعني. الماتش اللي جاي انا بالنسبه لي المكسب هيبقى مهم، طالما انت نقطه تعديك عندك فرصه ان اللعيبه تبقى موجوده ودورها هيبقى في رجليها، تبقى في الملعب. عايز ابتدي اشوف اللعيبه اكتر. ممكن انا شايف بقى ماتش زي ده امام عاشور يبدا فيه، مش الماتشين اللي فاتوا. ابراهيم عادل عايز اشوفه برضه في الملعب يبدا فيه، مش تريزيجيه، لان انا شايف ان ابراهيم عادل ده حل مهم جدا انا ممكن استخدمه معايا قدام. بعد كده على حسب احنا لسه هنلاعب مين. انا الماتش كان النهارده مفيش من ساعتين، فانا لسه ما بصيتش على الجدول، ما بقتش بقيه الماتشات ايه اللي حصل، بس فنتمناها خير للمنتخب الوطني. واحب اقول لكم ان فلوجات الفوزينينيو، استادات العالم مع فوزينينيو راجعه بقوه وبشده، وفي جيف اويز وفي حركات وفي حبشتكنات. فانا بقالي حبه ما نزلش فيديوهات، انما ارجع على الانستجرام وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك، اعمل شير وفولو وسبسكرايب ولينك وفعل زر الجرس واعمل الحاجات دي كلها. اشوفكم في حلقه جديده، في حكايه جديده، او في قصه جديده، او في فلوج جديد في استاد اخر في مدينه من المدن الكوكب. الكره دايما هتفضل للجماهير. الله، الوطن، ابو تريكه، سلام.